بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ يا رب يكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الكيكه الحلوه اللي انتوا شايفينها دي. كيكه حلوه قوي قوي هنعملها في البيت بطريقه تزيين بسيطه خالص ومش مكلفه خالص. وكمان الكيكه بتاعتك هتطلع مغذيه قوي، مكوناتها حلوه قوي زي ما انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي. وزي ما انتوا شايفين شكلها بقى تحفه بجد. انا لسه عامله كيكه يعني قريبه منها كده شويه. الكيكه دي انا ما بغيرهاش، يعني كيكه انا معتمداها دايما بعملها على طول. بس بحب اغير كده في التزيين بتاعها عشان نحس ان احنا بنجدد كده كل شويه. الكيكه اللي انا عملتها دي كانت كيكه تايجر حلوه قوي، يا ريت تشوفوها ولسه ما شفتوهاش. بس حد طلب مني ان هو ما عندوش مضرب، فلو عايز يعملها في الخلاط هتنفع بنفس الطريقه يعني نفس المكونات، فانا هعملها معاكم عشان ان شاء الله تطلع حلوه كده زي ما انتم شفتوا وتعجب اللي هيعملها بعد كده. بجد سريعه وبسيطه ومش تاخد معاكي اي وقت. وعايزه اقول لك بصي بسم الله ما شاء الله، يعني بتخلص على طول، يعني ما بتقعدش حاجه والله العظيم بجد، ومش هتلاقيها موجوده يعني. شكلها حلو بجد وطعمها تحفه. يلا بينا بقى نسمي بسم الله ونشوف هنعمل الكيكه بتاعتنا ازاي. عندنا المكونات: كوبايه ونص سكر، 4 بيضات، نص كوبايه زيت، وعلبتين زبادي، وبيكنج باودر وفانيليا وخل. بس كده مكونات بسيطه خالص، انا لسه عامله شبهها لو حد شاف الفيديو. اللي ما شافوش بقى هنعمل ايه. معايا 4 بيضات حطيتهم في الخلاط اهوت من غير مضرب. هحط عليهم معلقه خل كبيره، وكمان كيسين من الفانيليا، ورشه ملح صغير. تمام، هنشغل عليهم الخلاط فتره كويسه قوي يعني. وبعدين نرجع نحط بقى كوبايه ونص من السكر. مكونات بسيطة ومظبوطة بالشعرة يعني زي ما بنقول. كمان عليهم علبتين زبادي، شغلت عليهم خلاط كويس قوي، وحطيت عليهم ربع كوباية الزيت شوية، وبعد كده حطيت ربع كوباية الزيت التاني. معايا بقى الدقيق، 3 كوبايات من الدقيق، حطيت عليهم كيس من البيكنج باودر. طبعا هنقلبهم كويس قوي، الخطوة دي ضروري. وننزل بقى بالخليط بتاعنا شوية شوية، المضرب بقى كده بره الخلاط طبعا لان المكونات دي هتبقى تقيلة قوي على الخلاط. وبعدين نكمل بقى بقية المكونات بتاعتنا. بصوا بقى الخليط لونه فاتح وحلو ازاي، وعايزه اقول لكم ريحته كمان من غير ما الكيكه اصلا تدخل الفرن ريحه حلوه قوي. خلاص الخليط بتاعنا كده مظبوط. هنشتغل في صاج مقاس 30 في 40. طبعا حطينا ورقه زبده ودهناها شويه من الزيت بسيط خالص كده عشان الكيكه بتاعتنا تطلع بكل سهوله. وهننزل بقى بالخليط بتاعنا. خلاص هنسوي بقى الخليط كده بالراحه شويه في الصاج بتاعنا. وبعدين هنخبطه خبطتين كده، الخطوه دي ضروري قوي. وندخل بيه على الفرن. هيطلع بقى معانا الكيكه حلوه قوي كده زي ما انتم شايفينها. طبعا نسيبها تبرد ونشيل بقى من عليها ورقه الزبده بالراحه كده. بصوا الكيكه عامله ازاي. تقدري بقى تعملي منها جاتوهات، تقدري تعملي اللي انت عايزاه. طريه وبجد ريحه وشكلها وريحتها تحفه. هنقطعها بقى هنا، انا حبيت اعملها مكعبات صغيره كده. قطعي بقى التقطيعه اللي تعجبك، ممكن تزينيها زيي، ممكن انت طبعا تعملي احسن مني. اللي يعجبك طبعا اعمليه. هنقطع زي ما انتم شايفين كده مكعبات صغيره. خلاص. بصوا بقى شكلها عامل ازاي، تقدري تاكليها طبعا مع الشاي بقى او مع اللبن كده. حاجه حلوه قوي بقى للفطار او للعشاء. بجد تحفه يعني. هنزينها بقى بطريقه بسيطه خالص. على فكره تقدري تحطي عليها لبن لو حابه ان هي تبقى اطرى كمان شويه، تقدري ترشي عليها لبن كده بعد ما طلعت من الفرن. انا كتير بعملها كده بصراحه، بس حبيت اغير شويه. هحط بقى شويه من الكريم شانتيه، وهنعمل وردات صغيره كده على القطع اللي احنا قطعناها. دي فكره تقدري تعملي بقى اللي يعجبك، تقدري تفردي الكريم شانتيه عليها كلها زي ما تحبي خالص يعني. ولو ما عندكيش كريم شانتيه هي تحفه من غير حاجه خالص، بس احنا حابين نغير شويه. زيني بقى بالطريقه اللي تعجبك. بعدين عندك بقى كريز، ممكن تحطي، عايزه تكتفي بكده براحتك، عايزه تحطي شوكولاته زي ما تحبي. انا عندي هنا مربى فراوله، حطيت حاجه صغيره كده على الوش بس تفتح معانا لون الكيكه، تخلي الشكل كمان احلى والطعم كمان هيبقى حلو قوي. دي مربى بيتي انا عاملاها في البيت طبعا، بتبقى حلوه قوي. تمام. حاجه بسيطه خالص كده تدي معانا شكل الكريز وفي نفس الوقت الطعم احلى كمان. خلاص هحط بقى عندي هنا شويه من جوز الهند. ممكن تحطي زي ما قلت لك سكر بودره، لو حابه ممكن تبشري شوكولاته، اللي يعجبك. ممكن بقى يعني تستكفي بكده خلاص ما تحطيش حاجه تاني. بس انا حبيت اخلي الطعم وكمان القيمه الغذائيه تبقى اكتر. حطيت عليها فراوله، جبت فراوله صغيره كده قطعت الواحده على 2. وبعدين هنحطها بقى بالشكل اللي يعجبك اعمليه بقى يعني. دي فكره بسيطه، لو عجبتك تقدري تعمليها، ممكن تعملي زي ما قلت لك شكل تاني اللي يعجبك خالص اعملي.
طبعا مع الحاجه الساقعه بقى كده وهم يعني، او مع الشاي بلبن او شاي ساده زي ما تحبي خالص. بصوا بقى شكلها، كيكه طريه، وزي ما قلت لك كمان تقدري تسقيها باللبن بعد ما تطلع من الفرن. انا والله دايما بعملها، بس بصراحه المره دي مش محبتش ان انا اعملها، نسيت يعني. بس برضو كانت حلوه قوي على فكره. التانية بتبقى طريه اكتر شويه، للي بيحب الكيكه بتبقى طريه كده وشاربه اللبن يعمل الخطوه دي بعد ما تطلع من الفرن. بس كده خلصنا بقى، زي ما انتم شايفين شكلها عامل ازاي، حلو قوي. تقدري زي ما قلت لك ترشي عليها كمان شوكولاته لو موجود عندك. بصوا بقى الشكل عامل ازاي، حاجه حلوه بجد والله. لو جاي لك ضيوف، انتي من غير ضيوف او اي حاجه ممكن تعملي لنفسك الحاجه الحلوه دي كده. وعايزه اقول لك كمان خفيفه جدا، ولا فيها سمنه ولا زبده يعني، مش حتى اللي بيعمل رجيم يمكن ياكل برضو حاجه صغيره كده ان شاء الله، مش هتعمل اي حاجه. اديها لولادك بقى الصبح قبل ما يروحوا المدرسه، بجد هتعجبهم قوي وهياكلوها بسرعه وهيطلبوها منك دايما. بصوا الشكل عامل ازاي، والله العظيم بجد تحفه يعني. وزي ما انتم شايفين كده، او زي ما قلت لكم في اول الفيديو، عايزه اقول لك ما بتقعدش يعني، يا دوب بتطلع من الفرن بس تتزين كده. وبصوا كده النتيجه على طول يعني، ما بتلاقيش بسم الله ما شاء الله يعني، بتلاقيها اتخطفت منك كده على طول. بصي من اول لاخر حته هتلاقيها تحفه. اتمنى بقى الفيديو النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم يا ريت ما تنسونيش في اللايك، واللي لسه ما اشتركش عندي في القناه يا ريت يشترك ويفعل الجرس على الكل عشان يوصلوا كل جديد احنا بنعمله. ولو عجبتكم الطريقه والوصفه يا ريت تجربوها وتقولي رايكم في التعليقات. وشكرا لكم.